سأختم بالآيات التي بدأت بها الخطبة أيها الإخوة، لكن على جهة الاستعجال. قال أعدت للمتقين. من هم المتقون بتعريف كتاب الله؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. والآية باختصار أيها الإخوة، هذه الآية والتي ولتها خطة إلهية خماسية، خطة إلهية خماسية لأنسانتنا، لإخراجنا أيها الإخوة، لإصعادنا، للصعود بنا من وحدة الحيوان والشيطان، من جحر الشيطان ووحدة الحيوان إلى يفاع الإنسان، ومتاخمة حدود الملائكية بإذن الله تعالى. ولعلنا نكون أكرم، لأن الاختبار أصعب، لأن الاختبار أصعب والتحدي أخطر. كيف طيب؟ خطة خماسية. أولاً أن تخرج من حدود عبادة الذات. معظم مشاكلنا هي أننا ملتصقون زيادة عن اللزوم بذواتنا الفردية والجمعية، وإذا التصقت بذاتك زيادة عن اللزوم يمكن أن تختبئ وراء إيش؟ أصبعك. والله ما عاد تشوفك الحين هكذا، ما بشوف حدا، انتهى، ما بشوف حدا، وراء كف. هل غاب عني المسجد؟ نعم غاب. المسجد ما غاب. وراء الكف يغيب العالم. في نظرك في الحقيقة أنت الغائب، والعالم شاهد على شخص متعصب ينتحر. بالالتصاق الزائد على اللزوم بذاته الفردية أو المجموعية، بذاته المذهبية، الطائفية، العرقية، الجنسية، اللغوية إلى آخره. إياك كن إنسانا. الله جعل لنا عينين ثنتين أيها الإخوة، لنرى في أفق أوسع، لنرى في أفق أوسع، لنرى ما أمامنا في أفق أوسع. طيب، مشكلة الإنسان هو أنه يدور حول ذاته، الأنانية، عبادة الذات. الله يقول لك لا مجال أن تكون من المتقين. وش التقوى؟ هو تقوى رتبة رفيعة متقدمة من رتب ماذا؟ الإيمان. تدخل الإيمان يسلم إلى التقوى، لابد، ما في كلام. هذا الإيمان ينتج الأخلاقي كما قلنا، يتقاطع باستمرار مع الأخلاقي. طيب، يلتقي به، يتجادل معه. كيف؟ إيش البداية؟ انتبهوا، هذا أخطر شيء. وهذا كلام بوجه الله لمين؟ للذين لا يخرجون حتى زكوات أموالهم، وبصلوا بس وبحجوا واعتمروا. وزكاة مالك يعني الزكاة شغل سهل، هو عنده بنتصدق مرات، بنعطي هذا كذا، دفعنا هذا المستشفى، ركبنا وحف السيارة. يا رجل بتشرع لحالك أنت. زكاة حق معلوم، وأقل شيء هذا المطلوب، أقل شيء. إياك مطلوب منك أكثر، بس هذا المينيموم. بتطلع حاج. الله قال ما تحلمش تكون من عباد الله المتقين من أصله، من أصله. قال الذين ينفقون في السراء والضراء. موضوع بعد الزكاة للسهلة، والله مش صحيح، لأنه في السراء والضراء. شي ضراء؟ الفقر. فقير ما عنديش، بس حأنفق برضه وحأعطي. هاللقمة هذه حقسمها بيني وبين جاري. هالمقسومة هذه حقسمها كمان، وأقسم بطني في بطون كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد. هعمل زي هيك، وما يكونش امرؤ القيس أكرم مني الجاهلي وأنا المسلم المحمدي. صح؟ أول مرتبة هذه. ينفقون في السراء والضراء. وبعدين بديت تتجاوز، تقتحم العقبة. عقبة ماذا؟ عقبة الذات، عبادة الذات، تأله الذات، ضعف الذات. هذا أضعف شيء. أضعف إنسان هو الإنسان النرجسي. أضعف إنسان الإنسان الذي يعبد نفسه، الذي لا يعرف إلا نفسه. أضعف إنسان. وأنا أقول لك وأتعس إنسان، أقسم بالله، أقسم عليها، أتعس إنسان الذي لا يعرف إلا، والله العظيم، السعادة لا تعرف إلا بالآخرين ومع الآخرين وبإسعاد الآخرين. لكن أن تحاول إسعاد نفسك فقط ستكون الأتعس من عباد الله، وحتخسر برضه وأنت خسران. انتبه، الله بده يساعدك، بده يهنيك، يساعدك ويسعدك. قال ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. لا تستطيع أن تكظم غيظك ما لم تتغلب على ماذا؟ على ضعفك البشري في المرحلة الأولى. تبدأ تستطيع أنك تكظم، بس انتبه، الكظم هذا يسمم ولا يطهر؟ والله يسمم. انتبه، هي طبعا بسمم. تكظم، واسألوا فرويد وغير فرويد، متعب جدا، متعب الأعصاب. ويليام جيمس قال الله يغفر لك، الله قد يغفر لك، لكن أعصابك لا تفعل هذا دائما. بتعبك، بسممك هذا. وفعلا سموم حقيقية في الطب، تتسمم. كبت الغضب وكتبت الحقد والرغبة في الانتقام. أنت الآن ضغطت على غرائزك، على وتر الغرائز، ضغطت عليه، سكرت، صعب، فرن يغلي في الداخل. الله قال لك ما هذه مرحلة ظرفية، انتبه، إياك أن تقف عندها عشان تكون متقي. ما هذا عطف صفات على صفات، وقد يكون عطف فريق على فريق، لكن لا، هذا عطف صفات على صفات قطعا، ما في كلام في النحو. قال والكاظمين الغيظ. بعدين قال لك لكي تتحرر من سموم الكظم هذا ايش تفعل؟ والعافين عن الناس. قل له أنا إلى ما قبل قليل كنت أنظر إليك على أنك موضوع القصاص، ليأخذ القانون مجراه، لتأخذ العدالة مجراها. أنا ماليش دخل، هو غلط والعدالة تأخذ مجراها. يا رجل تتسمم، حتنقص راسه هو، بس حتسمم أنت.
حيقضي 20 سنة في السجن، بس حتتسمم أنت والله العظيم، مش حتطهر. الله قال لك هي الدين، هذا دين الإنسان، انتبهوا. مش يقول لك الحقوق والحدود والقصاص، هذا كمستوى مش للمتقين. المتقين أرفع من هذا المستوى القانوني. إحنا دين تفكيرنا كله تفكير فقهي وقانوني، مش تفكير أخلاقي، والأخلاق هو جوهر الديني مش القانوني، كما قلت أكثر من مرة. على كل حال قال لك الآن ارتفع، حرر نفسك، حرر نفسك من سطوة الغرائز، من تسميم كبت الغرائز بالعفو. قل له كنت أراك موضوعا للانتقام، موضوعا للثأر باسم القانون والدين، والآن أراك ماذا؟ أخي في الحياة. أنت أخي، مجرد أخي، وهيا نكمل طريقنا على الله تبارك وتعالى. أنت الآن في شيء مش طبيعي، أنت الآن حر على فكرة، أنت الإنسان الحر، أنت الإنسان السعيد القوي على فكرة، المبدع، الممكن تبدع في كل شيء فعلا ونظرا. لسه في مرحلة أعظم من هيك، إيش هي؟ والله يحب المحسنين، آخذ بيده وأنعشه. فقير هذا الذي آذاني وبصق في وجه فقير، أنا سأعطيه من مالي. جاهل، أنا سأتيح له فرصة أن يتعلم. واضح؟ منحرف، سأهيئ له الظروف لكي يستقيم على الجادة. يا سلام، هنا قال لك والله يحب المحسنين. وهذه مش محبة الشيخ ومحبة النبي ومحبة الله، لا إله إلا هو. الله قال لك أنا أحبك. وبعدين هي عاد البشرى الأخيرة، وقال لك والذين إذا فعلوا. هنا في احتمال عاد يكون عطف فرقة على فرقة، وممكن يكون عطف صفة على صفة في النحو. ليه؟ عطف فرقة على فرقة لكنها لا تخرج عن جملة المتقين. أما المتقون في الآية السابقة فهم الكمل، المتقون الكمل الذين عنوا بماذا؟ بتكميل أنفسهم. وأما المتقون هنا هم الذين يعنون برم، يعني ترميم نقائصهم، وهذا لا يخرجهم أيضا عن حقيقة كونهم من المتقين. اللهم اجعلنا منهم. قالوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وممكن تكون عطف صفات على صفات ففيها تفصيل لأحوال المتقين، يعني ممكن حالة ارتكاب الفاحشة تعتري المتقي، بس الله يبشرنا بقول هذا المتقي اللي عمل 1 2 3 4 هذا المتقي إذا ارتكب فاحشة، لأنه مش معصوم، مش ملك، ممكن يرتكب مرة في حياته فاحشة، مرة مرتين على الأكثر، الله أعلم، ممكن. هذا المتقي يسرع من قريب، يتوبون من قريب، يتوب من قريب ويثوب إلى إيه؟ إلى الندم وإلى ترميم أخطائه بسرعة، لا يصر. ليه؟ لأنه هذا العبد سائر في طريق الله، ذاق حلاوة الاتصال بالله عز وجل، لا يستطيع أن يبالغ وأن يمعن في هذا الطريق، يخط على الشمال ثم يعود إلى الصراط. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اهدنا.